Ladies and gentlemen، اهلا بكم في الفيديو. طيب بما ان احنا دخلنا في فصل الشتاء، وطبعا فصل الشتاء يعني عشاق الموضة والبرفانات والستايل كله، احنا ساكنين جنب السريع، الدنيا كلها دعجانه يا اسطى، انا زهقت والقطر كمان يعني يا اسطى. انا بفكر اعلق هنا لوحه اكتب عليها ممنوع استخدام سرينة القطر. طبعا فصل الشتاء دخل، فعشاق الموضة يجمعوا هنا. بس احنا الفيديو ده مش هنتكلم عن الموضة، احنا الفيديو ده هنتكلم عن البرفيومز، او زي ما تحب تسميها، بتسميها برفانات، بتسميها برفيومز، بتسميها كلونيا، بتسميها ريحة، بتسميها عود، بتسميها مسك. هو بص، هو عامة بيأدوا نفس الغرض، انك دايما ريحتك تبقى حلوة وانت رايح خروجتك، وانت رايح لخطيبتك، وانت رايح الشركة بتاعتك، اي حاجة، هي دايما بتأدي نفس الغرض. ففيديو النهاردة كده هيكون فيه ريحة حلوة، في ريحة حلوة كده في الفيديو. بص، انا هقول لك على البرفيومز اللي انا بستخدمها الفترة الحالية، والبرفيومز اللي انا بحبها، وانت عيش في مقدرتك انك تجيب الاوريجينال، هات في مقدرتك انك تجيب الهاي كوبي، عيش. ما تقدرش تجيب الاتنين، ركب انت البرفيومز اللي تقدر تجيبها، سواء مثلا حد انت واثق فيه بتحبه بتجيب منه البرفيومز التركيب. ماء الذهب للعطور مثلا، اكيد مشهور جدا في مصر. صفحات على الانترنت الناس دي كلها برضو موثوق فيها شويه، بيجيبوا كحول نضيف، فالناس دي بتبقى كويسه. ممكن تاخد البرفيوم اللي انا هقول لك عليه تجربه منهم بازازه صغيره مثلا، مش لازم تكون ازازه كبيره برضو، وبعد كده تخش على الهاي كوبي او الاوريجينال. لو ما قدرتش ممكن تفضل ثابت على التركيب. على فكره انا في برفانات اساسا بجيبها دلوقتي لحد النهارده تركيب بس، ما بجيبش منها هاي كوبي ولا اوريجينال. انا حبيت التركيب منها ومش عايز اجرب منها الهاي كوبي. تمام، نخش في الفيديو يلا. في برفانات طبعا زي ما انت عارف بتنفع الصبح وبالليل، في برفانات بتنفع صيف، وفي برفانات بتنفع شتاء. بص، هي البرفانات بتنفع على طول، يعني مفيش حاجه اسمها كده وكده وكده، بس دي عامه عادي للناس اللي هي بتحب الحبكه قوي، وبتحب انها تبقى نازله على سنجة 10 زي ما هما بيقولوا. انا ساعات ببقى نازل حاطط اي برفيوم وخلاص، وساعات ببقى نازل لا انا هحط البرفيوم ده عشان الستايل اللي انا لابسه ده، وعشان انا رايح في الحته الفلانيه، نازل مثلا نازل ديت، نازل خروجه مع اصحابي الولاد بالليل، خروجه كاجوال كده بالليل، رايح فرح، لابس بدله، على حسب انا هلبس ايه، وعلى حسب انا رايح فين، كل الكلام ده. فشوف انت بقى ايه، هل انت عايز تعمل الكلام ده ولا لا؟ وبرضه شوف لو انت مش عايز تعمله، يبقى احسن لك يا صاحبي ايه، رايح الجمجمه والدنيا مش مستاهله. قشطه. بلو دي شانيل ده اول برفيوم معانا. البرفيوم ده بصراحه من افضل البرفانات اللي انا استخدمتها، بس البرفيوم ده انا ما بستخدمش منه غير كوبي، وطبعا الدنيا متكحرته معايا دلوقتي، فمن اخر مره انا جبته وخلص ما جبتش منه تاني. ده فيه ريحه حمضيات وخشب وتوابل، فمن ريحته كده بيقول ان هو بيليق عليه بالليل اكتر من الصبح، بس زي ما قلت تقدر تستخدمه في اي وقت عادي يعني، مش مستاهل. تاني برفيوم هو فوياج. فوياج ده انا اول مره جربته، البرفيوم ده كان تركيب، وكنت جايب ازازه، انت متخيل يعني كانت ازازه ب 30 جنيه، يعني ما كنتش عايز اخد الريسك قوي في البرفيوم ده، بس حرفيا البرفيوم ده عالمي عالمي عالمي. وعلى فكره انا ما بجيبش من البرفيوم ده غير تركيب اساسا، يعني انا ما بجيبش منه هاي كوبي ولا اوريجينال، انا بجيب منه التركيب وبس. وما اعرفش اساسا الهاي كوبي والاوريجينال هل فعلا البرفيوم منه اسمه فوياج ولا ليه اسم تاني، او اسمه فوياج ايه، يعني انا ما اعرفش منه غير اللي هو التركيب ده بس، اسمه فوياج ده بس اللي انا اعرفه منه. البرفيوم ده عشبي، فيه فاكهه وورد ومسك وخشب. مسك والخشب ده فيه يعني بسيط، حاجه بسيطه كده، اللي هيقرب منك بس شويه ويفضل جنبك شويه هو اللي هيشم المسك والخشب ده، يعني في مسك وخشب بسيط كده، فبرضه بينفع بالليل. تالت برفيوم ده انا مش عارف اقول اسمه ازاي، بس يعني مش مشكله، ويا رب الفيديو ما يتمسحش، اسمه فيري سكسي. البرفيوم ده حرفيا من افضل البرفانات اللي انا ما كنتش اعرف انا اساسا حبيته ازاي. برضو البرفيوم ده انا اول مره جبته كان تركيب. حرفيا البرفيوم ده من افضل البرفانات اللي انا حطيتها في حياتي، لان البرفيوم ده اساسا ما كنتش متخيل ان هو هيعجبني، ولما عجبني جدا، وكل اللي بيشموا عليا بيقول لي البرفيوم ده اسمه ايه، انا عايز اجيبه. وكفايه انه عجب والدتي، يعني انه عجب والدتي ده راح في حته تانية اصلا، وعلى فكره انا حاطه عليا يعني، فاسمع مني وهات لك ازازه حتى ان شاء الله تجربها تركيب. وكمان لو انت اساسا مالكش في البرفانات اللي هي السويتي قوي، اللي هي المسكره والكلام ده، البرفيوم ده هيعجبك، لان انا ماليش في البرفانات السويتي. ولما شميت البرفيوم ده عجبني، مع انه اساسا برفان سويتي اللي هو فيه سكر شويه او
برفان مسكر اللي هو فيه فانيليا وفيه جوز هند والكلام ده. هو فيه جوز هند وفانيليا ولافندر وورد، وبعد ما بيهدى شويه كده بيبقى فيه سن شوكولاته، فبينفع الصبح اكتر من بالليل. يعني مثلا ممكن من الصبح لغايه الساعه 9 بالليل 8 بالليل كده. طبعا البرفيوم اللي جاي ده مفيش حد بيحط برفيومز ما يعرفوش. توم فورد بلاك اوركيد. البرفيوم ده حلو قوي بس حراق شويه يا جدعان، مش حراق في ريحته، لا حراق في فلوسه، والدنيا خربانه على الكل يا اخويا. انا عارف، انا مش مستنيك انك تقول لي في الكومنتات، انا عارف والله العظيم ان الدنيا خربانه على الكل، فانت ممكن تجيب ازازه تركيب منه وتظبط الدنيا. يعني ايه يعني، او ما تجيبوش خالص، بس هو فعلا انت لو جبته هيفرق معاك جدا. يعني هو ريحته حرفيا عظمه، فانت ممكن تجيب ازازه تركيب، ولو عرفت تجيب منه هاي كوبي حلوه، او ممكن تميل على اي حد كده يجيبه لك هديه. اتجاه العطر فيه فواكه وشوكولاته وفانيليا وخشب ومسك ابيض. وعلى فكره البرفيوم ده يونيسكسي، يعني ينفع الاثنين راجل وست، وينفع بالليل اكتر من الصبح. رقم 5 اعتقد البرفيوم ده انا قلت عليه في فيديو قبل كده ولسه بقول عليه لغايه النهارده، وهو باكر بام بيور اكسس. البرفيوم ده انا بستخدمه يا جدعان بقالي 3 سنين، وحرفيا البرفيوم ده يعني ما خيبش ظني ولا مره. ثباته كويس في الشتاء، في ريحه فواكه، برتقال، جريب فروت، ليمون. فهو بسبب الفواكه دي هو عطر شتوي ليلي جدا صرف. ده ما فيهوش هستعمله الصبح، لا ده انت هتستعمله بالليل وفي الشتاء. يعني ما تقوليش هستعمله الصيف، لا هو شتوي ليلي صرف. توم فورد توباكو فانيلا. خش على حاجات توم فورد زي ما قلنا حراق قوي، بس حرفيا توم فورد توباكو فانيلا حاجه عشق. طبعا احنا قلنا ان حاجات توم فورد حراقه جدا، بس فعلا حاجات توم فورد لا يعلى عليها، وبالذات توباكو فانيلا. طب ليه توباكو فانيلا رايق كده؟ انا بالنسبه لي توم فورد توباكو فانيلا احسن بكتير جدا من توم فورد بلاك اوركيد. بص، بلاك اوركيد ينفع مثلا في نزله البيت، ينفع مثلا وانت نازله كاجوال كده مع اصحابك بالليل، لكن توباكو فانيلا هينفعك اكتر وانت خارج خروجه جد، رايح مثلا الشركه، خارج مثلا رايح فرح، رايح حفله تخرج. بص انت حرفيا انت رايح فرح وحاطط توباكو فانيلا، هتحط على العريس نفسه. انا لابس كلاسيك النهارده، خلاص انا هحط توباكو فانيلا. انا كعلي بعمل كده. في توابل وتبغ وفانيليا وكاكاو. رقم كام كده، اعتقد 7 أو 8 مش فاكر، يعني ايا ما يكن. البرفيوم اللي جاي معانا اسمه ديور اوم. حرفيا يا جدعان البرفيوم ده من افضل الروائح، ريحه جميله جدا. طبعا حاجات ديور يعني لا يعلى عليها، زي ديور سوفاج كده. ديور اوم ده حاجه رائعه جدا، حاجه ماسكولار كده، حاجه رجالي شويه. مش اي حد هيقدر الريحه دي، لان الريحه دي تقيله يعني فيها. بص يعني مش اي حد يطيقها كده. عارف مثلا لما تحط مسك وواحد يقول لك ايه ده الريحه اللي انت حاططها دي مش عجباني، مش مريحاني. هي ديور اوم فيها حاجه زي كده، بس لو حد تاني بقى عجبته الريحه دي فهي هتعجبه قوي. فاللي هي لا مش هتعجبه ويسيبك ويمشي، لا هي هتعجبه قوي، هي هتعجبه. اسمها ايه يعني، هو عايز يلبت جنبك يفضل شامم الريحه دي. فهي لا فعلا هي ريحه جميله جدا. واتجاه العطر في الريحه دي بقى يعني مش عارف انا يعني امدح ايه تاني في ديور اوم دي. انت بعد الكلام اللي انا قلته لك ده تنزل تشتريها دلوقتي. اخر بيرفيوم بقى معانا، ومش عارف بقى رقم 9 أو 8 أو 10، المهم يعني هو ديبون. اسمه ديبون وفي تي في الاخر، بس التي سايلنت. المهم يعني البرفيوم ده ينفع مثلا من الصبح وانت نازل الشركه كده لحد الساعه 8 9 بالليل. يعني مثلا هو مثلا ميعاد الشغل مثلا، خارج ديت الصبح، فاهم حاجه زي كده. في ريحه اكليل وليمون وكمون وياسمين وخشب. بس هي دي كانت مجموعه بسيطه كده من الحاجات اللي انا عندي دلوقتي، او الحاجات اللي انا بستخدمها دلوقتي. في حاجات خلصانه، في حاجات لسه موجوده. فلو جبت حاجات جديده وجربتها وعجبتني وفضلت ماشي عليها، طبعا هنزلها لكم. ممكن انزلها لكم في ستوري، او لو جبت كذا حاجه هعمل عليها فيديو تاني. في فيديو برضو كان الفرق بين البرفيوم الاوريجينال والتركيب والهاي كوبي، كنت منزله قبل كده على اليوتيوب، بس الكواليتي كانت زباله، فممكن ابقى ارجع اعيد الفيديو ده تاني. فبس كده. طبعا هحط لكم كل اسامي البرفانات تحت في الديسكريبشن، عشان عارف في ناس كتير تاهت. يعني انا ممكن اكون لو جيت اقول الاسامي دي تاني مش عارف اقولها بالترتيب ده اساسا وهتوه.
مهم ما تنساش تعمل لي فولو لو انت بتتابعني على فيسبوك انستجرام او تيك توك، وما تنساش تعمل لي لايك على الفيديوهات عشان يا ريت تدعمني اكتر، وسبسكرايب لو انت بتتابعني على اليوتيوب. وبس كده. ليديز اند جنتلمان، سلام. انت رحت فين؟ ما عملتش لايك ليه؟ اعمل يا عم لايك.